خلّيني أقول لك حقيقة كده احتمال تثير جواك شوية علامات تعجُّب. في ناس كده لو شالت اللي قدّامها على راسهم برضه مش هيتحبّوا، وفي ناس ممكن تعمل ربع المجهود اللي بتبذله ناس تانية ومع ذلك الناس بتتمنى رضاها. والصدمة هنا إن الموضوع ما لوش علاقة حقيقية بقيمتك، الموضوع ليه علاقة بحاجة أعمق بكتير. قبل ما أبدأ، أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. أتمنى لو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ بقى عشان نشوف إحنا بنتكلم على إيه. خلّينا بس نحط قاعدة ثابتة كده إن مش كل طيب إحنا بنعرف نحبه، ولا كل اللي بيضحي بنعرف نقدّره، ومش كل اللي بيعمل الصح إحنا المفروض بنحبه تلقائي يعني. في ناس بقى بتحاول تعمل كل حاجة صح ومع ذلك بتترفض وبتتساب وبتتركن على الرف، أو حتى تتحب حب بارد كده ما لوش روح يعني. أول بقى حقيقة علمية صادمة إن الدماغ البشري مش بيقيّم اللي قدّامه بالمشاعر اللي بيدّيها له، ولا بالكلام الجميل اللي طول الوقت بيقوله له، لكن غالبًا بيقيّمه بالنبرة، بالحضور، بالثقة، بالإحساس العام. يعني ممكن تكون بتقول لي أجمل كلام في الدنيا، بس طاقتك الحقيقية بتقول كلام غير ده. لمّا طاقتك تقول أنا محتاج، أنا خايف، أنا مستني القبول منّك، أوتوماتيك دماغ اللي قصادك بيترجم إن الشخص ده مش مرتاح، ودي أكتر حاجة تخلّي اللي قصادك ما يستقبلش مشاعر حقيقية منّك. الحقيقة التانية والمريبة جدًا في الموضوع ده، إن الاحتياج العاطفي طاقة طاردة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ علم النفس بيقول إن الاحتياج العالي ضغط غير مرئي. الشخص اللي طول الوقت مستني رسالة، مستني اهتمام، مستني تأكيد، مستني يتحب، دايمًا بيطلّع ذبذبات خفية كده، توتر خفيف كده حتى لو مش باين. والتوتر ده أوتوماتيك بيسبب للشخص الآخر خنقة، نفور، قلق. مش بيكرهه، بيحصل له حاجة كده شبه النفور الدفاعي. والغريب بقى إن الناس دي مش بس ما بنعرفش نحبها، الناس دي بتخوّف اللي قصادها من المسؤولية، وده لإنك مجرد ما بتحس إن الشخص اللي قصادك ده متعلق زيادة، هش أوي، رابط قيمته بيك، مخك أوتوماتيك بيفسر إن العلاقة دي موترة وتقيلة. الحياة التالتة بقى والغريبة برضه في نفس الوقت، إن الشخص اللي مش عامل حدود دايمًا ما عندوش جاذبية. الشخص اللي بيسامح دايمًا، اللي بيبرر دايمًا، اللي بيتقبّل أي شيء، اللي ما بيعرفش يقول لأ، بيفقد حاجة مهمة أوي وهي الوضوح النفسي. والوضوح ده بيخلق نوع من أنواع الاحترام، الرغبة في التقرُّب، حاجة كده شبه إن أنا مش خايف على نفسي وأنا معاك. يا ترى عمرك حسّيت إنّك بتدّي أكتر ما بتاخُد، موجود بس ما حدّش موجود عشانك؟ بتحاول تصلّح في نَفْسك علشان خاطر الناس تحبّك، بتخاف مثلًا تعبّر عن مشاعرك بوضوح عشان الناس ما تسيبكش. لو الأسئلة دي جاوبت عليها بآه، يبقى أنت مش ضعيف، بس متبرمج غلط، متبرمج على إنّك ترضي اللي قدّامك، والبرمجة دي غالبًا بتيجي من وإحنا صغيرين. طفولة بقى كان الحب فيها مش مضمون أوي، أو قبول مشروط، أو تشجيع قليل، أو حد كان بيقارنك بصورة مستمرة. فالطفل يا عيني من غير ما يفهم دخل في سباق، واتعلم علشان أتحب لازم أقدّم أكتر وأكتر، ويكبر من غير وعي منّه بنفس القاعدة. والحقيقة القاسية إن الحب ما ينفعش يبقى شهادة تقدير على ألمك مثلًا، أو مثلًا أكافئك على صبرك بإني أحبك. لكن الحب الحقيقي بييجي لمّا تكون مرتاح مع نفسك، مش محتاج تثبت طول الوقت، مش مرعوب تترفض. التحول الحقيقي بقى اللي يخلّيك تحوز على حب يليق فعلًا بيك، إنك تبقى تقيل ولا بارد ولا قاسي ولا مزيف. محتاج حقيقي إنك تبطّل تدّي عمّال على بطّال، تبطّل طول الوقت تفسّر وتبرر نفسك. محتاج تبطّل تخاف إنك تفقد الشخص اللي مش شايف قيمتك الحقيقية، ساعتها طاقتك نفسها هتتغيّر والناس هتحس بيك بشكل مختلف تمامًا. الحقيقة برضه فكرة إنك طول الوقت بتحاول تحوز على حب يليق بيك، فبتضحّي طول الوقت وتدّي طول الوقت وتبقى حذر طول الوقت إنك تخسر اللي قصادك، دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلّيك ما تلاقيش اللي يحبك صح. في الآخر قيمتك أنت أدرى بيها، علشان كده لا محتاج تبررها ولا تشرحها لحد. لو وصلت للجزء ده من الحلقة، أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب لو المحتوى عجبك. ولو قررت من اللحظة دي إنك تختار نفسك وما تستناش تستمد قيمتك من حد، اكتب لنا في الكومنتات. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. دايما خليك فاكر، في لحظة بتغير اللي بعدها. السلام عليكم.